يا هلا ويا مرحبا معاذ ومحمد ومؤيد طه، حياكم الله، شرفتونا. وش تقولون المتابعين؟ قل لهم تعالوا المحل، اطلقوا افخم محل. ايوه، وش تقولون لهم؟ اسعاره قالحه. كم خذيت كراش اليوم من عندنا؟ 170 ريال. 170 ريال. وش اخذتوا اليوم من عندنا؟ وش اخذتوا؟ سماعات. اخذتوا ايش؟ اشياء واجد. المحل يستاهل يا عمنا ولا من وين جايين؟ من بعيد ولا من قريب؟ من بعيد. الله يحييكم، شرفتونا والله. يا مرحبا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله صباحكم وسعد الله مساكم. معاكم دكتور مجنون. حياكم الله. والله شوف، في الأساس أساسا هذه الحلقة والله ما كنت يعني أبغى أنزل، لأن زي ما تقول علي ضغوطات شوي كذا في العمل وكذا، ولكن قلت خلني أنزل دام إنه صادفني موضوع شوية خطير. يعني الموضوع إيش؟ الموضوع قبل يومين اتصلوا علي زباين من الرياض: يا دكتور مجنون نخش نكتب في جوجل ماب دكتور مجنون في الرياض ودينا محل غير محلنا. قلت انا خلني اخش اشوف. دخلت وشفت كتب دكتور مجنون، القى المفاجأة ايش؟ المفاجأة انه المحل اللي قبلي، اوكي، المحل اللي قبلي اللي ديكوره ازرق مع ابيض، المحل اللي قبلي اكتشف انه ماخذ الموقع دكتور مجنون، يعني مقد يعني مرجع شوي على محله. طيب في هذه اللحظة انت ايش تسوي يا دكتور مجنون؟ يعني ما ادري هل هو استسلام او هل اعتقادك انت يلي خليت الموقع تحطه على محلك، هل اعتقادك ان باسم دكتور مجنون ان هذا الاسم هو لجلب الزوار او لجلب زيادة عدد في الرزق؟ هذا نقص في عقلك. اول شيء نقص في عقلك انت. شيء ثاني لازم تؤمن ايمان كامل ان الرازق هو الله، ما هو انا ولا اسمي، هو الرازق الله. الشيء الثاني يا حبيبي، سبق وكلمتك انت ولا غيرك، اذا انت عندك مسبقات او تاريخ اسود في الاسعار فبالتالي انت ما تقدر تقنع الزباين او الناس عارفه. اوكي انا بجي على الموقع دكتور مجنون، بجي بلقى اسم المحل غير، لان اسم المحل حقي بنفس الاسم حق القناه دكتور مجنون، فاذا انا جيت على الوصف دكتور مجنون والقى اسم اللوحه مو نفس اسم المحل، كذا انا بخش بشرشحك. ليش؟ كيف تحط شيء مو لك؟ هذا الشيء بغض النظر، هذا الان انا قاعد اقول لك انا كزبون، لكن انت يا دكتور مجنون ايش راح تسوي في هذه النقطه؟ راح اقول لك هي حاجتين. اول شيء ابعطيك مهله 7 ايام بحيث انك ترجع الموقع الى مكانه الصحيح، هذا الشيء. الشيء الثاني انا صورت مقطع كامل للجهات المختصه، اللي هي اذا انت ما تعرف ان في شيء اسمه المعلوماتيه او شيء، اللي هي الحين وزاره خاصه للمعلوماتيه، وانا اخذ حقي بالقانون بكل اريحيه، بكل شيء حلو، بمبالغ تفوق خيالك. هذه يعني مشكله، هذه تراها لصالحي انا. حلو. فانت الان انت يا اما اعطيك انا هذه مني اكراما 7 ايام، المشكله هذه انا بعديها. المشكله الثانيه اذا صارت نفس الشيء فالله خذك الله حطك. ليش؟ لان انا صورت كل شيء، وثقت بالتاريخ، وثقت كل شيء، لان هذه المواقع وهذا انا اقرب اكثر منك، يعني هذه لعبتي بالمختصر. فانا قريت وشفت القوانين وشفت كل شيء، فالحين اللعبه هي لعبتي انا ما هي لعبتك. فانا بعطيك 7 ايام 7 ايام فقط، يرجع الموقع الى موقع دكتور مجنون الاساس اللي هو قدام مطعم عيون الشام، او تحمل اللي بيجيك. المره هذه انا بعفي عنك وبقول لك رجعها بكل احترام، وشوف اذا انت مقصر مع الله في شيء ولا شيء ونقص اسعارك وبتشتغل. لكن مساله ان دكتور مجنون ضرب الشارع هذا كله، دفن ابوه دفن، بحيث انه محل صغير وانا محلي طول عرض ما قدرت. هذا شيء، هذا يعني هذا مو من اختصاصي انك انت ما قدرت تجيب راتب، ما جبت اجار محلك، ما جبت هذا الشيء يعني انا مالي دخل فيه. يعني هذا الشيء بينك وبين ربك، ما علينا. اهم شيء ارجو انه وصلت الرساله فقط. اما محل دكتور مجنون فهو معروف المحل، اللوحه هذه اللي بوريكم اياها الحين.
شفت المحل دكتور مجنون معروفه، لوحه صفراء كتابه اسود. عموما انا بعطيك 7 ايام، بعد 7 ايام لي توجه اخر. حلو، ممكن انت استانست يومين 3 ايام، واو يا بطل يا كينج يا قوي يلي افكارك خطيره، حلو. ولكن ابغى اقول لك في النهايه ان الرازق هو الله، الرازق هو الله. وبس هذا اللي حبيت اقوله لكم، وهذا الشيء انتم ما لكم دخل فيه المشتركين. انا ما جيت يعني اضيق صدركم، بس ابغى اوصل له وهو على شاكلته اي شيء يمس بمواقع دكتور مجنون او اي شيء اقدر ارفع قضيه عليك. واحنا في بلد الحمد لله له قوانينه وله كل شيء، وتاخذ حقك بدق خشوع. ما علينا، نجي الحين للاساس، اساس حلقتنا اليوم. احب اقول لكم يا متابعيني ها هلا ويا مرحبا باخواني وخواتي المتابعين كلهم. طبعا زي ما انتم شايفين عندنا تشكيلات جديده، تشكيلات جديده، وهذه اللي جننت شارع ابن سينا، هذه اللي جننت اغلب محلات الرياض، اللي كل يسوي حركات من عنده، وكل يسوي اللي ياخذ موقع دكتور مجنون، واللي يتكلم على دكتور مجنون، واللي يقول على دكتور مجنون. ولكن لا يصح الا الصحيح، لا يصح الا الصحيح. احب اقول لكم هذا شكل ورهم يا مصور، هذا الشكل طبعا كيوت وكذا حلو. انا ما ابغى اطول معاكم في الحلقه هذه وكذا. هذا عندكم باتمان، حاول انك ترفع الكام كذا على طول. وعندك هذا برضه، هذا شكل جديد اللي هو ازرق لمعه، ازرق لمعه. وعندكم هذا الشكل اللي هو ما شاء الله اللي سويناه في الرياض، وما شاء الله مشى كثير. طبعا احنا الحين انا اتكلم معاكم من فرع الدمام. عندكم هذا الشيء الجديد برضه، هذا الشيء الجديد. طبعا هذا كان رايح سفر، هذه بتمسك خط، عرفت، فغبرناها. طيب، وعندك هذا اعتقد هذا لون رياضي، والعشاق الرياضي وكذا، العشاق الرياضي ما له دخل. الزبده انه اشوف شكل كذا كول. وهذا الشكل الثاني. طبعا لكل واحد له حريه الاختيار، كل واحد له حريه الاختيار في الالوان، في التصاميم، في اي شيء على كيفه. تجيب يدك تصمم اللي انت تبغى تشتري يد جديده وتصممها، هذا الشيء يرجع لك. طبعا هذه يد جديده، يعني احنا نبيعها على 220 جاهزه مع التصميم. تبغى يد لحالها 155، او اذا انت بتجيب اليد حقك ب 65. ما ابغى اطول عليكم ولا شيء، ولكن انا صحيح تاخرت، اهل جده تاخرت عليكم. وترى فتح المحل ترى ما هو يعني خلال اسبوع اسبوعين اشوف كثير كومنتات، ها يلا متى بتفتح جده. ترى جده يعني انا الحين بنزل ان شاء الله يوم السبت جده، فيوم انزل جده لازم اروح ادور الموقع، اشوف الموقع، ادرسه، اعطيكم اقتراحات، اشوف اقتراحات الناس، اشوف يعني كلها الدعوه ترى يبغى لها 2 أو 1.5 شهر، يعني مو على طول. فبس هذا اللي حبيت اوجه لكم بس، والله يطول عمركم. وما عليكم الكلام الاول، الكلام الاول بس ابغى اوجه له رساله، والله يعطيكم العافيه وما قصرتوا، وشكرا على المشاهده. وما نبغى نطول عليكم اكثر من كذا. واللي يبغى يشوف الكومنت، اللي يبغى يشوف اسعارنا اول باول، يضيفنا على الانستغرام. الانستغرام عندكم هذا هو تحت من اول المقطع. الشيء الثاني احب اقول لكم باركوا لي، اشتريت ايفون 7 احمر. ايوه احمر على احمر، حلو. جوال يعني معروف، يعني ما يحتاج تصور. يعني عموما طبعا شريته. والله الاكثر شيء الناس تقول ما عندك سناب، ما عندك سناب. السناب شات انا الحين جوال هذا خاص سناب شات، انستغرام يو ناو ما ادري، اسوي بث مباشر، اكون اخليه تشوفون البث المباشر وكذا، في زباين تشوفوهم كذا على طول. احتمال اسويه واحتمال ما اسويه. عموما اللي يبغى اليو ناو حقي يضيف. على كل حال انا بسوي بث مباشر، بس يعني ما ادري متى بالضبط. هذا اليو ناو حقي تبغى تضيفني، ضفني، هذا هو ظاهر على الشاشه. اما السناب شات وقف الشاشه وصور وضيفني سناب شات. واما الانستغرام فهو قدامك على طول، d.مجنون او دكتور مجنون يطلع لك اول واحد. عموما ما ابغى اطول عليكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
يا هلا يا مرحبا، يلا حي الشيخ النصراوي، عرفنا عنك. رسام البقمي. ونعم والله. طيب رسام، وش خذيت من عندنا اليوم؟ شونيفور ويد وأسعار والله حلوة. اسعار يعني رحت دورت انت ما لقيت زيها؟ ما لقيت زيها؟ طالقين. يا سلام يا سلام، تستاهل. شوف اليد البرو ب 155 جت مع الجهاز طبعا، ياخذ لك طقم كامل. وش تقول متابعينك؟ وش تقول اخوياك اللي يشوفونك الحين؟ والله انصحهم انهم يجون هنا، والمحل كويس وقادح اتحداك. دندن يا الامير. يلا حي الشيخ عبد الله وبدر، يلا حي، وش اخباركم؟ عساكم طيبين؟ جايين اليوم تشترون اوفر واتش وستور 50 وتعديل لليد. وش تقولون المتابعين؟ تعال محل دكتور وجيه. وش بعد؟ افضل محل. افضل محل. كيف الاسعار؟ كيف لقيت؟ كم اخذت هذه؟ 185. ايه. وهذا اوفر واتش بكم؟ 160. ما حد غش يعني ها؟ مرة. مرة. الله يحفظكم الله يحفظكم ان شاء الله. يلا تطلعون اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. حياكم الله. لؤي ووائل وريان، الثلاثة الأخوان الثلاثي المرح، تعالوا قربوا من بعض، الله يخليكم لبعض إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. من وين جاي؟ من بعيد ولا من قريب؟ من بعيد. يعني من وين؟ جاي من الخبر. من الخبر، ما شاء الله تبارك الرحمن. وش جابكم هنا؟ طقيتوا مشاوير كاملة عشان مين؟ عشان دكتور مجنون. اتحداك الدكتور مجنون. الله يسعدكم. وش خذيتوا من عندنا؟ خذينا $50. $50 بكم؟ ب 185 ريال. يجي يا القصد. تستاهلوا والله، تستاهلوا والله كل خير. ابد محلكم حبيبي. الاخ اللي هناك تعال، من وين جاينا؟ من القطيف. يا حياكم الله. والله ما شاء الله زبايننا واجد، الله يستر عليك. زبايننا واجد والله من القطيف. وش رايكم في الاسعار؟ وش رايكم في المحل؟ مجنون. الاسعار مجنونه على اسم راعيها يعني. ها زعجك في البيت ولا كيف؟ كيف؟ وديني خلاني اجيبها الحين غصب. الله يسعدكم ابد، محلكم في اي وقت حبيبي. الله يستر عليكم، الله يطول عمرك. مرحبا.